السلام عليكم صديقاتي، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه وافضل الاحوال ان شاء الله يا رب. وصفتنا اليوم لا كريم ولا ايس كريم منزلي توجدوه لوليداتكم في وقت ما تحبوا انتم. تبعوا معايا الوصفه. نسميو بسم الله ونبداو على بركه الله في التحضير نتاع لا كريم تاعنا ولا الايس كريم. في الكسرونه نديرو فيها 2 كيسان ديال الماء، ونجيبوا علبة صغيرة من فلون نوارة تاع 54 غرام، نحطو كامل هذيك الباكي في الماء. كان عندي المستحلب تاع الليمون ضفته، الا لقيتو الفلون تاع الليمون استعملوا تاع الليمون. شوفوا هي على حسب الذوق اللي بغيتوه، باغينه شوكولا ولا باغينه فراز ولا يعني هذه ترجع لكم في الفلون اللي تستعملوه. نجيبو ملعقه من شراب الجلوكوز ونحلوها في هذاك الماء كما كتشوفوا، ونبداو نخلطو غايه الغايه. بعديها صديقاتي ندوهم فوق النار باش هذاك الجلوكوز وهذاك الفلون كامل يذوبوا ويتجانسوا مع بعضها. كما كتشوفوا انا في هذه العمليه راني ندوب في الجلوكوز. كذا بصديقاتي نخلي هذاك الفلون والماء يغلاو مع بعض حتى اللي يوصلوا لمرحله الغليان ونطفي عليها. كي تبدا تغلي نخلوها تغلي شويه ونطفوا عليها، ما نخلوهاش غير لا بدات هكا دير الفقاعات، لا غير كيما هكا ونطفي عليها. بعديها نجيب واحد الاناء اخر اللي رايحين نخلطوا فيه، ونحط كامل هذاك الخليط ولا داك السائل نتاع الفلون في هذاك الاناء ونديره يرتاح لنا هكا على جهه باش يبرد شويه. وبصراحه انا درته في الثلاجه باش يبرد غايه، لانه كريم شانتيي تطلع غايه كيكون السائل اللي خدمتي فيها يكون بارد مليح. درته في الكونجيلاتور هكا واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه. بعديها هنا كما كتشوفوا جيت وضفت كأس ونصف من كريم شانتيي، والكأس استعملت نفس الكأس اللي كيلت به، يعني كأس ام والد. وانت اللي استعملتي كأس واحد اخر نفس الكأس اللي كيلتي به الماء في البدايه تكيلي به شانتيي في هذه المرحله. نخلطوا غايه كما كتشوفوا باش هذاك الشانتيي ما يتزربعناش في الجو. وبعديها نلصقوه في الباتور ونبداو نخفقوا فيه جيدا حتى اللي نتحصلوا على القوام اللي رايحين تشوفوه معايا. هنا كامل هذيك البودره كما كتشوفوا صديقاتي راني خلطتها مع السائل. وكإضافة صديقاتي أنا ضفت واحد الملعقة ونصف من هذا المعجون نتاع الليمون، جاي مركز الليمون معجون. انتي الا عندك ديريه، الا ما عندكش يعني تقدري تستغني عليه. ومام تقدري ديري عصير الليمونه، تكون عندك ليمونه فريش تضيفيها له الا بغيتي اكثر نكهه واكثر حموضه في الكريم تاعك. نخفقوا هذه المواد كامل مع بعضهم بهذه الطريقه حتى اللي نتحصلوا على قوام نتاع يعني كما نقولوا حنا هذيك لا كريم شانتيي تطلع لنا غايه. كما كتشوفوا انا بديتها بسرعه منخفضه، ثم نبدا نسرع كما شفتوا معايا، نبدا نسرع في الباتور تاعي حتى اللي كامل هذيك الكريم شانتيي تطلع. وكي تكوني تطلعي في لا شانتيي نتاعك ولا في الخليط تاع لا كريم ما تتقلقيش ولا هكا تضيقي بالخف، خلي الخليط نتاعك يطلع فيه خضره وما تتسرعيش في العمليه هذه باش تخرجي في نتيجه جميله ولذيذه ويفرحوا بها وليداتكم. ماذا بكم وليداتكم يكونوا حداكم هكا باش يفرحوا ويشوفوا انه الام نتاعهم عظيمه راه توجد لهم في حاجه يحبوها بزاف. نعرفوا بلي كامل الاطفال يحبوا هكا كي تحضروا لهم واحد شي صبالح هكا في المنزل يفرحوا مساكين. ربي يحفظ لكم وليداتكم وينجحهم ان شاء الله ويكبرهم على طاعه الله وعلى طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. رايحه تلاحظي انه الخليط نتاعك راه يخفف
وايضا راه يتضاعف الحجم نتاعه كما هكا. كي تشوفي انه الخليط نتاعك صاي بدا يثقل، خلاص حبسي و واسي هكا السطح نتاعه مليح، غير هكا بسباتيلا واسي هكا يعني سرحي ولا بلاطيه وغلفيه ببلاستيك غذائي ودخليه للثلاجة. يعني في هذه المرحلة خلاص رانا كملنا المرحلة الأولى. هكا رايحة تدخليه للثلاجة يقعد يرتاح واحد 4 سوايع 5 سوايع قداش ما مهم، ماشي أقل من 4 سوايع. من 4 سوايع وطلع عادي، تخليه في الثلاجة يرتاح غير في خاطره، وبعديها نعاودو نشوفوا المرحلة اللي موراها. بعد ما ارتاحنا وتجمد في المجمد لمدة 4 ساعات صديقاتي رجعت لكم، وهنا بديت نوري لكم في القوام نتاعه بعد ما يتجمد. نجيبوا الباتر ونعاود نخفقوه شويه هكا حتى اللي يولي لنا شويه طري، ما يقعدش بهذاك الجماد اللي كان فيه. وهكذا نكونوا تحصلنا على ايس كريم منزلي بنين وشباب. رايحه نخلي لكم في النهايه ردة فعل ولا رأي اهلي في الايس كريم هذا. كما كتشوفوني نطلع فيه بالباتر شويه كما هكا باش يولي الطري، ما يقعدش هكاك جامد، لانه كي وكان تخليه هكاك جامد يولي المذاق تاعه كما الزبده، ما يوليش شباب، لانه ذقته في هذيك المرحله وجاني الطعم تاعه كما الزبده. ولكن كي ديريه كما هكا يجي هكا فيه واحد التعليكه، ويجي القوام تاعه كما لاكريم تاع بعض المحلات. شوفوا هو بزاف البنات في القنوات نتاعهم قالوا انه ما يجيش كما نتاع المحلات، وفعلا عندهم الصح ما يجيش كما نتاع المحلات، لانه الاله كي تخفقه وكي تخدمه مش كيما تخدميه نتيا بالباتر ولا حتى بالبيتخا وما تطلعش كيما تطلعه الاله. فيعني ما تنصدميش منه، ولكن ديباني روحك مع وليداتك بيه وما تعرفي روحك انك كي خادمه حاجه نقيه في الدار وحاجه بنينه وكاع شكاين، وانتي تتحكمي في الذوق اللي تبغيه. كما اليوم درنا نتاع الليمون، انتي تبغي ديري شوكولا ولا اي نكهه تبغيها. كما شفتوا راني عصرتها بهذيك لابوش هذوي، ونديروا له هذا الصوص نتاع الليمون. هذا تباع عند محلات لوازم بيع الحلويات وكاع، وكما كتشوفوا يجي الشكل نتاعه شباب كما تاع المحلات. يعني الشكل جا شباب بزاف، وحتى الطعم جا شباب، يعني جا مذاق الليمون وجا هذاك المذاق تاع لاكريم كما نتاع برا. كاين هذوك اللي يديروا لاكريم مع الكرطب. خليكم مع راي العائله. بسم الله. قولي الصدق هكذا. شو لك هكا حسيت كيف كريمه واش انت شو راك باغا توصل؟ لا كريم هذاك اللي يدم، لا كريم الميدم. عاد مرتب لا كريم خفاف شويه بصح مازال خصو يزيد يخفف. ياك اختي ذوقي ذوقي. شم بنينة كي قبيلة ولا خير؟ بنينة فيها ما تذوقي لي؟ إذا شفتي قبل ولا عدلتي؟ عدلته.
هي خصها تيشرب مثلج. هي مليح بصح تحسي بيه ديك الرطوبيه كاين بصح اللي كيما كاين اللي مش بزاف.